يعني نتحدث نوعا ما عن الشأن الداخلي فيما يتعلق بموضوع الإقليم، فيما يتعلق بأنه التوجه إلى أو توجه الإسلاميون في الإقليم إلى توحيد الصفوف بجبهة موحدة واحدة. يعني البعض يتساءل، هل من جدوى لهذا التوجه بتوحيد الصفوف؟ نعم، ممكن أولا أن كما يتحد الشيعي على مذهبه وعلى مرجعيته وعلى علمائه، يجب أن يكون أهل السنة أيضا يجتمعوا على المنهج أولا. لا يمكن لا يمكن من يقاتل بول بريمر وآخر يذهب إليه يقول اجعلني رئيس أركان الجيش. أين الولاء والبراء؟ لا يمكن من يقاتل الأمريكان ويدافع عن نفسه ويقول جهاد في سبيل الله والاحتلال، ذاك يقول مشروع تحرير العراق ونكون مع الواقع الجديد، يرضى بأن يكون وزيرا خلف رجل لا سواد له كما يقولون، يعني لا، رجل أمي لا يعرف من السياسة شيء، ومع ذلك يرضى بمنصبه. فبالنسبة لأهل السنة أو بالنسبة للتوجه الإسلاميين، طبعا أنا لا أتكلم عن الشيعة لهم مرجعيتهم ولهم إيران. بالنسبة لأهل السنة والجماعة، الجماعات الجهادية والجماعات الأخرى يجب أن يؤمنوا بالتعددية، يكون إطار يجمع هذه التعددية. لا يأتي الرجل من الأزهر يذهب إلى روسيا وهناك يعلن يقول الوهابية ليست من أهل السنة والجماعة، والإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولا الوهابية التي تقول إن المعتزلة ليسوا من أهل السنة والجماعة. فالأشعرية والماتريدية والمعتزلة والجهاديون الذين يسمون ظلما بالخوارج هم كلهم أهل السنة والجماعة. يجب أن يجتمعوا على المنهج أولا، ثم على الأمة العقائدية التي تشير إليها الآيتان 72 و74 في سورة الأنفال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا والذين آووا ونصروا. على هذه التي تتكون الجماعة العقائدية التي تحمل هذا المنهج ويجتمع المسلمون عليه. طيب،